حرفيا العالم دلوقتي بيتطور بشكل مرعب، كل يوم في مهارة جديدة، كل يوم في أداة جديدة، كل يوم في حاجة جديدة، حرفيا محدش ملاحق يتعلم أي حاجة. بس وسط كل المهارات دي في مهارة واحدة بس لازم تتعلمها، والمهارة دي هتفرق معاك جدا وهتخليك مسافر بسنوات ضوئية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، وعلى بركة الله. المهارة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي مش السايبر سيكيورتي، مش البرمجة، مش اللغة الجديدة، مش أي حاجة من الحاجات دي عامة. المهارة دي قد تبدو بديهية ولكنها مهمة، حرفيا في وظائف كل يوم بتظهر بسبب تعلم المهارة دي، والمهارة دي هي تعلم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. لذلك يا صديقي إن شاء الله تطلع من الفيديو ده بنظرة مختلفة عن أدوات الذكاء الاصطناعي. وأيضا في حاجة عايز أوضحها، رجاء توقف عن معاملة شات جي بي تي إنه خطيبك، رجاء رجاء رجاء. بقول لك يا شوشو، هل في حد تاني في حياتك ولا إيه ده؟ إحنا بنصور؟ بعيدا بقى عن الهزار، استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي مهم جدا. انت لو استخدمته صح صدقني النتائج اللي هتطلع لك هتكون مبهرة. بدل ما انت بتخش تقول له ازيك يا عم شات عامل ايه، انا عايز دلوقتي مش عارف اي كلام من اللي انت بتقعد تقوله ده، لو استخدمت طريقة معينة في توجيه الأوامر النتائج اللي هتطلع لك هتكون مبهرة. أنا عايزك دلوقتي تتخيل إن الذكاء الاصطناعي ده موظف عبقري جدا، وأنت المدير اللي بتوجهه. فتخيل معايا كده لو أنت رحت قلت له اعمل لي أي حاجة أي شغل وخلاص، فبالتالي هو اكيد هيتلخبط، انت ذات نفسك بتتلخبط، هو مش هيتلخبط ازاي يعني. لكن لو قلت له انا عايزك تعمل لي الشغل ده بالطريقه دي وتركز على النقطه دي وخد بالك من الحته دي وتوجهه صح، ساعتها النتائج اللي هتطلع لك هتكون مذهله. خليني دلوقتي اسالك سؤال، تخيل لو احنا عندنا اتنين موظفين، واحد بيستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي وواحد مش بيستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، تفتكر مين هيخلص شغله اسرع، اللي بيستخدم ولا اللي مش بيستخدم؟ التقارير اكدت ان الاشخاص اللي بيستخدموا ادوات الذكاء الاصطناعي في شغلهم او في اي مجال هم فيه عامه بينجزوا بشكل اسرع وفي وقت اسرع بمراحل. فمثلا الشخص اللي كان بينجز شغله في يوم يقدر ينجزه في ساعتين او 3 ساعات. الشخص اللي كان بيذاكر مثلا ماده في يوم كان يقدر يذاكرها دلوقتي في 5 ساعات، لان استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي بيوفر مجهود. يقدر يعمل لك سلايد ديسك، يقدر يعمل لك فيديوهات، يقدر يعمل لك ملخصات، يقدر يعمل لك PDF، يقدر يعمل لك حاجات كتير، حتى انه يقدر يكون صديقك الوفي اللي انت كل يوم بتقعد ترغي معاه بالليل. الشركات دلوقتي بتدور على الشخص اللي يقدر يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ويوجهها باحسن طريقه علشان يحصلوا على افضل نتائج، وطبعا عشان الشركه توفر فلوس والكلام ده كله. وعشان تاخد من الذكاء الاصطناعي افضل نتائج ممكنه في طريقه معينه بنتواصل معاها مع الذكاء الاصطناعي. الطريقة دي اسمها هندسة الأوامر أو ال AI Prompt Engineering. وباستخدام الطريقة دي فأنت بتدي الذكاء الاصطناعي أفضل أمر ممكن صياغته علشان يطلع لك أفضل نتائج ممكنة. وإن شاء الله هنعمل فيديو عن تعلم هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي في المرات المقبلة. فرجاء لو أنت استخدامك لشات جي بي تي مقتصر إن أنت تخش ترغي معاه شوية أو تقول له إزيك يا شات عامل إيه، أنا النهاردة عايز أطبخ كشري يقول لي إزاي يتعمل، فرجاء غير طريقتك لاستخدام الذكاء الاصطناعي. بقول لك يا جيمي، هي المكرونه بالبشاميل اللي بتتعمل ازاي؟ برضو بتصور كده. نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن أنت تكون استفدت حاجة، وعايزك تفتكر دايما أنني هنا في إي فويس سوف أتحدث إليك بصوت يخاطب عقلك. وبس كده، سلام.